مرحبا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب كلكم زينين. واليوم جيتكم بفيديو جديد وخلطة سهلة وبسيطة وسريعة، وموادها يا رب تكون متوفرة بكل بيت. طبعا خلطة اليوم هواي طلبوها من عندي، للحفر تصير بالوجه والمسام الواسع. طبعا خلطة اليوم هي عبارة عن نشا ومي ورد. وهسه حشوفكم الطرق اللي راح اسوي بيها خلطة او الماسك حتى اقدر اخليه على بشرتي. طبعا اليوم اني بالمطبخ لان هنا راح احتاج الطباخ. وهسه حشوفكم الطريقة. طبعا تجيبون جدر صغير وتخلون ملعقة من النشا، وناخذ همتين من المي ورد. طبعا كمية بسيطة يعني، بس اشوف الخليط صار عندي مثل السائل. انا هنا دا اقيس بالخاشوقة، بس انا ححتاج اكثر يعني من خاشوقة تقريبا، هواية، تقريبا نص كوب ربع كوب هيجي. واظل اخلط بيه. هسه هنا راح اخليه على الطباخ. احتاج شوية همات من المي ورد، ووراها اخليه على الطباخ المدة تقريبا ثواني مو اكثر. بس راح تشوفون قدامكم. طبعا هاي الحافظة مال الموبايل ما عليكم بيها، بنتي جابتها خلتها هنا. هسه هنا خليته على الطباخ، وراح اظل اخلط بهاي الطريقة لحد ما اخلي الخليط يصير عندي متماسك لمدة ثواني يعني مو هواية. وتخلوا على بشرتكم لمدة ساعة، على بشرة نظيفة أكيد، والمدة ساعة. طبعا هي ساعة مدة طويلة، بس لازم تخلوه على بشرتكم لمدة ساعة، وبشكل يومي تسووا هاي الخلطة يومية حتى تحصلون على نتائج حلوة. وإن شاء الله يا ربي تروح هاي الحفر اللي بالوجه، وتستفادون من الخلطة هماتين، وتغلق المسام الواسع همات، وهمات تصفي وتبيض البشرة. هسه تشوفون هيجي دا امرد بالعجينة اللي صارت عندي حتى اقدر، وهمات اخليها تبرد شوية حتى اقدر اخليها على بشرتي. اهم شي تكون بشرة نظيفة. تشوفها باردة وحارة. راح اخليها على ايدي كمثال، يعني انتو تخلوها على وجهكم اكيد. بس اشوفكم الطريقة اللي تخلوها على وجهكم بهاي الطريقة هيجي، يعني توزعوها على بشرتكم بهاي الطريقة. مو عبالكم انه هسه صارت فتافيت هيجي، لا، هاي المادة تحسون بيها على بشرتكم بهاي الطريقة يعني، وتوزعوها على بشرتكم. وبس عندي فيديو اليوم انتهى، واتمنى يعجبكم الفيديو. اذا عجبكم لا تنسوني باللايك والاشتراك وفعل الجرس.